السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه النهارده بقى معاكم نعمل اكله سهله وسريعه تمشي معاكم في اي حاجه. عايزين مثلا محتارين في العشاء النهارده، ممكن تقوموا تعملوها تمشي معاكم غدا، تمشي معاكم حلوه قوي في العزومات. انا كنت عاملاها في عزومه، وكمان اللي عندها اولاد ممكن لو عاملاها وباقي عندها من بالليل تحط لهم في اللانش بوكس. تمشي في اي وقت، في اي وقت تتاكل وتبقى جميله. هنعمل بقى اهو الجلاش باللحمه بتاعنا. معايا بصلتين كبار متقطعين، وكيلو الا ربع لحمه. انا عشان هعمل صينيه كبيره جايبه كيلو الا ربع لحمه. انت لو هتعملي صينيه صغيره ممكن تقللي الكميه او تعملي نص او تعملي ربع كيلو لحمه، حسب امكانياتك وحسب راحتك. الحشوه دي براحتك انت خالص، حسب ظروفك ايه. وممكن تحشيها فراخ وممكن تحشيها جبن. معانا دلوقتي معلقه ملح اهي ومعلقه فلفل اسمر. اهم حاجه عندي في تعصيقة اللحمه الفلفل الاسمر، محبش احط بهارات كتير. ومعايا 4 معالق صلصه طماطم. لو عندك عصير طماطم برضو يمشي عادي، بس الصلصه بتبقى احسن. يلا بقى نروح على البوتاجاز ونعمل بقى التعصيقه بتاعتنا. رحت على البوتاجاز اهو، حطيت معلقتين زبده في طاسه، ونزلت باللحمه المفرومه اهي. مش هقلبها، يا دوب بس افردها كده في الطاسه، تاخد بس صدمه كده ولون عشان ما تنزلش سوائلها. نقلبها تقليبه بس كده على الوش ده ونسيبها دقيقه. خلاص كده خدت لون على الوش ده، اقلبها بقى على الوش التاني، تاخد برضو لون كده وصدمه وتبقى ريحتها حلوه قوي وما تنزلش سوائلها معاكي. خلاص كده اهو، بسم الله ما شاء الله. اول ما تلاقي لونها اتغير بالشكل ده كده، كده بقت تمام ومظبوطه. نجيب بقى بهاراتنا نحطها لها. انا طبعا زي ما قلت لكم بحطش في البهارات غير فلفل اسمر. انتي حابه تحطي بهارات براحتك، بس البهارات بتغير طعم اللحمه. هو الفلفل الاسمر والملح كده تمام قوي. ده بالنسبه لي، جربي برضو وشوفي الطريقه دي هتعجبك ولا لا. خلاص بقى اديناها تقلبتين كده، نجيب بقى البصل بتاعنا وننزل بيه، نقلبه برضو تقليبه كده يدبل بس كده مع اللحمه ويبقى تمام. نغطيه بقى ونسيبه دقيقتين 3 كده اهو. بسم الله ما شاء الله، رحت له اهو بعد دقيقتين 3 كده. البصل دبل اهو، واللحمه شربت من البصل وشربت من الفلفل بقى معاه، والريحه بقت جامده جدا ما اقولكوش والله. وحطيت الصلصه اهي، الريحه بسم الله ما شاء الله قلب البيت اهي. تقليبه حلوه كده ونغطيها برضو دقيقتين ونسيبها اهي. ما شاء الله بصوا التعصيجه اهي، صلاة النبي كله شرب من بعضه بسم الله ما شاء الله. وبقت جاهزة معانا اهي، نحشي بيها بقى. نروح بقى نعمل التشريبة بتاعتنا. جبت معلقتين 3 زبدة كده حسب ما انت عايزة وتسيحيهم. حطيت بقى عليهم كوبايتين كبار لبن. برضو بفكرك انك لو هتعملي صينية صغيرة قللي اللبن وقللي الكمية شوية. حطيت 2 بيضة هم، بيضتين 2. لو هتعملي صغيرة تبقى صينية صغيرة تبقى بيضة واحدة. حط 4 معالق دقيق اهو. وحطيت برضو في شوية فلفل اسمر وشوية ملح بس نسيت اوريهم لكم. ونقلبها بقى تقليبه كويسة كده وبقت جاهزة. جبت بقى الصينية بتاعتي اهي، غلفتها بالزبدة كلها عشان ما تلزقش مننا، عشان الجلاش ما يلزقش في الصينية. غلفيها كويس اوي في الجناب كمان. نبدأ بقى نرص الجلاش بتاعنا اهو. بسم الله ما شاء الله. تجيبي ورقة ورقة كده وترصي، وبين كل ورقتين بفرشة كده بقى وتشربيهم بالتشريبة الحلوة اللي احنا عملناها دي. ممكن تحطي بين كل ورقة ورقة، بس ورقتين عشان يستحملوا التشريب اهو. بصوا بقى الحركة دي بقى، تحطوا بقى الجلاش بالطريقة دي، نص الجلاشة نص ورقة الجلاش في قلب الصينية والنص التاني بره. ودلوقتي برضو بعد ما اخلص، ما اخلص كده هقول لكم ليه. اهي حطي نص الجلاشة جوه ونص بره اهي بالطريقة دي كده. حطي برضو في النص، الحتت الفاضية في النص، وتحطي بقى على الحروف كده
دخلي نص ورقة الجلاش في قلب الصينية والنص التاني سيبيه بره اهي، زي ما انتم شايفين كده خطوة بخطوة اهو. سهلة وبسيطة قوي ما فيهاش اي حاجة. لو معاكي ورق مقطع برضو رصيه عادي في النص ودي تشريبة بقى حلوة كده بالفرشة كده، واسقي كويس عشان بقى الجلاش يطلع معاكي مورق كده وجميل، ميبقاش مكتوم اهو. حطي برضو اي نص بره ونص جوه، ولو معاكي اي قطعه اتقطعت منك ما تلاقيش خالص رصيها في النص، ما يهمكش اي حاجه اهو. انا برص كده نص الورقه بره ونص جوه. نجيب بقى اللحمه المفرومه بتاعتنا ونحطها بقى في نص الصينيه كده ونفرد اهي. نفضي كل اللحمه بتاعتنا كده عشان نفردها اهو. ما شاء الله، افردي بقى اللحمه كلها كده في الصينيه، ما تخليش الحروف فاضيه، افردي اللحمه كلها يعني، املي الحروف كده وظبطيها في الحروف عشان الحروف ما تبقاش فاضيه معاكي زي ما انتم شايفين كده. اتني بقى الحروف اللي احنا كنا سايبينها بره دي، نص الجلاش اللي كنا سايبينه بره هاتيه بقى واقفلي بيه كده فوق اللحمه المفرومه زي ما انت شايفه كده. اقفلي كويس. الطريقه دي بقى اللي قلت هقولك عليها هتخليلك الحروف كلها مقفله، عامله زي الفطيره كده متقفله مش مفتوحه، وما يقعش منها حشو. لو في طفل ماسك قطعه ولا حاجه الحشو ما يقعش منه. وبرضه لو انت اما انت بتقطعي الصينيه ما تتبهدلش معاكي كده، الحروف كلها تبقى متقفله ويبقى صينيه الجلاش معاكي كانها فطيره. ندي بقى تشريبه عشان برضه نكمل بقيه الوش بتاع الصينيه. ندي تشريبه حلوه كده. لو معاكي برضه قلتلك اي ورقه مقطوعه حطيها عادي خالص. هاتي بقى الورق السليم، ورق الجلاش السليم، وحطي على الوش كده. ظبطي الوش بقى، ظبطي الوش بقى معاكي، هتبقى معاكي فطيرة فعلا، فطيرة مش صينية جلاش خالص. بسم الله ما شاء الله اهو. افردي بقى وظبطي وش الصينية كده. مهما كنتي حطيتي قطع جلاش متقطعة في النص مثلا وظبطتي وش الصينية مش هتبقى متبهدلة معاكي. واسقي بقى، اسقي بالتشريبة كده بالفرشة، اسقي بالفرشة وحطي كمان مرة. هنحط رقة كمان كده حلوة قوي اهو. ظبطي بس الصينية اهم حاجة كده اهو. ما شاء الله الطريقة دي. حطي بقى في الحتت الفاضية دي كده عشان يبقى كل واحد. واقفلي بقى في اي زيادة عندك نزليها بقى جوه الصينية كده، واقفلي الحروف كويس زي ما انتم شايفين كده. اي زيادات دخليها جوه حروف الصينية. ظبطي بقى شكل الصينية كويس كده عشان نقطعها مع بعض اهي. ظبطتها بقى، قطعيها التقطيع اللي انت عايزاه، مربعات، مثلثات، زي ما تحبي. عايزة تقطيعة كبيرة تقطيعة صغيرة برضو زي ما تحبي. انا قطعتها اهو مربعات. جبت بقى بقية التشريبة اللي عندي وتسقي كل الصينية بيها اهي. اسقي بقى الصينية كلها بقية التشريبة اللي عندك، بيض على لبن على دقيق على زبدة ما شاء الله، ومعلقة ملح، معلقة فلفل اهي. اعملي بقى كده الصينية، ميليها يمين وشمال كده لحد ما تشربي كل الصينية زي بعض. نروح بقى نسويها في فرن سخن ونرجع اهي. ما شاء الله بعد ما سويتها طلعتها من الفرن. اللهم صل على النبي. بص بقى بتطلع معاك سهلة ازاي، علشان غلفت الصينية بالزبدة في الاول تطلع معاك سهلة ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا الشكل، بصوا التسوية من فوق ومن تحت. فعلا ممكن تعمليها زي الفطير الشرقي كده، احلى من الفطير الشرقي كمان. بصوا جميلة زي في نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.